الأخروية وتيسر لنا بها جميع مطالبنا الدنيوية والأخروية وتطيل بها أعمارنا وتفتح لنا بها أبواب الأرزاق والخيرات والبركات وتشفي بها أمراضنا ما ظهر منها وما بطن شفاء تاما لا يغادر سقما ولا ألما ولا أثرا ولا وجعا وترحمنا بها وتغفر لنا بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وترحم بها موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين وتأخذ بها بأيدينا وأيدي المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها أخذ العطف والحنان. اللهم إنا نستغفرك لما تبنا إليك منه ثم عدنا فيه ونستغفرك لما وعدناك من أنفسنا ثم أخلفناك فيه ونستغفرك لما أردنا به وجهك فخالطنا في ما ليس لك ونستغفرك لما أنعمت به علينا فتقوينا بها على معاصيك ونستغفر الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم لكل ذنب أذنبناه ولكل معصية ارتكبناها ولكل ذنب أحاط به علم الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا فاغفر لنا ذنوبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا من الفائزين المفلحين لا من الخائبين الخاسرين. ربنا اغفر لنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكن من الصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي الهاشمي الأبطحي المكي القرشي المدني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تعيذنا بها من سوء الخاتمة وسوء المنقلب وكابة المنظر في المال والأهل والأولاد وقصر العمر وموت الفجأة وميتة السوء وسكتة القلب وسيء الأدواء والداء الطالب والأمراض المخوفة الفتاكة ما تبرأ منها وما لا تبرأ ما نعلم منها وما لا نعلم وسوء الظن بك وبعبادك والوساوس والخواطر الشيطانية والشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب والآثام والمعاصي المعوقة للعبد عن الوصول والأولى والمرض والموت في السفر والكوارث الجوية والبرية والبحرية. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ومصاحبة ألطافك الخفية في جميع تقلباتنا في السر والعلانية بمهد فضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم بحق البسملة وبائها وحروفها ونقطها وكلماتها وبحق القرآن كله وحروفه وكلماته وبحق السور وأوائل السور وأواخرها وبحق الفاتحة وبحق
الاستغفار وبحق الهيللة وبحق جوهرة الكمال وبحق آخر سورة اليقين وبحق سورة الإخلاص وبحق المعوذتين نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن شرور هذه السنة وشهورها وأيامها ولياليها ونهارها ومن شر كل ما يوكل فيها من كل ما يوكل فيها حضرا أو سفرا ليلا أو نهارا صباحا أو مساء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما أجرأنا على قرع بابك إلا ما قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم وقولك لنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ولهذا مددنا إليك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا أحكم الحكماء يا لطيف يا سلام يا حفيظ يا كافي. مددنا إليك أكوب الضراعة والابتهال وأنت تعلم حوائجنا ما ظهر منها وما بطن فاقضها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا سؤلنا ولا تردنا خائبين. اللهم أتمم لنا اللهم أتمم لنا الأمنيات والآمال والنذور وآخر لنا الآجال. اللهم أتمم لنا الأمنيات والنذور والآمال وآخر لنا الآجال. اللهم أتمم لنا الأمنيات والنذور والآمال وآخر لنا الآجال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي عدد من صلى عليه من خلقك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي كما ينبغي لنا أن نصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي كما أمرتنا أن نصلي عليه صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والخير والتيسير والتوفيق والقبول والسعادة والنجاح والفلاح وتغلق بها عنا باب الشر والمضرة والهلاك والخسارة والندامة والضيق والفقر والتحسين وتكون لنا بها ولي ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجود منا وعليك التوكل ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي العظيم. اللهم أسبل علينا سحائب الرحمة والعفو والغفران والرضوان. اللهم بارك لنا في الخريف واجعله خريفا مباركا شاملا للبلاد والزروع والضروع برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل هذا الاجتماع في بيتك الكريم هذا آخر اجتماع برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا